حبايبي الحلوين، شايفين الزبادي وشها عامل ازاي؟ قشطة. والله قوامها متين، من غير لا نشا ولا لبن بودرة ولا سكر ولا أي تعب خالص. حاجة بسيطة هنعملها شهر رمضان يوميا، وهتبقى عادة عندك تعمليها كل يوم بأبسط المكونات وطريقة سهلة، وكمان مش هتكلفك أي حاجة. يلا هنعمل الزبادي في بيتنا لسحور رمضان، وهتبقى عادة عندنا هنعملها على الفطار والعشاء، ونبقى عارفين ازاي عاملينها بطريقة حلوة. يلا نبدأ نسمي الله ونصلي على الحبيب، قلبك يطيب. وما تنسوش اللايك والشير والتعليق الحلو علشان القناة توصل لعدد أكبر من كده. يلا، أول حاجة أنا بشتري اللبن من اللبان، مش لبن معلب. نغليه ونسيبه يبرد زي فترة العين، زي دمعة العين، يبقى فاتر. ويا سيدي بقى لو انت غلاتيه وحطيتيه في التلاجة يعمل الوش الحلو ده، بعد كده هتقومي مطلعاه من التلاجة مدفياه، وبعد كده تشتغلي بيه. عايزة الزبادي بتاعتك تبقى مظبوطة زي اللي بنشتريها من بره بالظبط، تبقي عارفة نوع اللبن بتاعك ما يبقاش مغشوش، درجة الحرارة تبقى مظبوطة، الزبادي الخميرة الأولانية تبقى طعمها حلو مش لاذع، علشان هتبوظلك كل الزبادي. تمام. أنا عندي جهاز الزبادي بس الكوبايات بتاعته صغيرة قوي، وكمان الكهرباء بتقطع الأيام دي، فافرض الكهرباء قطعت نعجز نفسنا؟ لأ، نعملها بالطريقة اللي كل أمهاتنا كانوا بيعملوها. تمام. زي ما اتفقنا مع بعض، اللبن يبقى فاتر، لا سخن ولا متلج. أول حاجة معانا لتر لبن مغلي مسبقا، ولما تيجي تغلي اللبن تقلبيه على النار آخر ثانيتين على النار علشان يطلع الوش الحلو ده. ومعانا، شايفين الوش الحلو ازاي؟ وش تقيل، وعارفين مصدر اللبن. معانا زبدية متوسطة، اللي هي مش الكبيرة. لتر اللبن بياخد زبدية متوسطة أو 4 معالق صغيرين. هننزل بالخلاط، أو عندك الهاند بلندر ممكن يستغنى عن الخلاط. هنحط نص كمية اللبن بتاعتنا ونضرب في الخلاط ضربة واحدة بس، بحيث إن ما يطلع لناش الفوم العالي ده. لا هنحط نشا ولا سكر ولا لبن بودرة ولا أي طعم تاني. هنضيف ده بعد ما ضربناه ضربة واحدة مع بقية لتر اللبن. تمام. ممكن تقول مضربي اليدوي، ممكن قوي، بس أنا بحب أضربها في الخلاط، بحس كده إن طعمها بتطلع كريمي أحسن من لما بتضربيها على إيدك. نوزع بقى الزبدية كده مع بعض ونقلبها بالطريقة دي، يبقى كله شارب من الزبدية اللي أخدناها أول حاجة. وطبعا دي أول مرة هتعملي زبادي، يبقى هتشتري. بعد كده بناخد 3 معالق من اللي احنا عاملينها مع بعض. أنا صبتها في الشفشق ده علشان أعرف أصب منه. الكوبايات دي مخصصة للزبادي، ممكن تعملي كوبايات الشاي العادية، وممكن كمان اطباق الشوربة. هنوزع لتر اللبن على 6 كوبايات. لتر اللبن عمل معايا 6 بولات بالحجم ده، والحجم ده 250 ملي، زي كوباية الشاي اللي بنشربها في كل بيوتنا. هنسخن الفرن لمدة نص ساعة بالظبط، زي ما أنا قلت لكم نص ساعة بالظبط. وهنجيب صينية وتكون بتغلي مية على النار. أنا عايزة المية تكون بتغلي، أول ما تغلي تعدي 1 2 3، وبعد كده تطفي المية، لازم تغلي. هنجيب بقى الكوباية السادسة وهنمليها مع بعض، يعني لتر اللبن بتاعنا أخد 6 بولات زبادي حجم 250 ملي. قدامكم لا زودت حاجة ولا محتاجة. ماشي. حطينا في الصينية الألمونيا اللي عندنا، بعد كده لازم تتغطى كويس قوي
ملقتش عندي الاسترتش لاب. هنعمل ايه بقى؟ اسكت، لازم اتصرف. قمت جايبة غطا حلة حلوة كده ورحت مغطياه، بس كنت حطيت المية السخنة. لازم المية السخنة توصل لنص الكوباية. تمام، نص كوباية اللي هي دي. تقومي حاطة مية من بره كده في الصينية. لازم المية تغطي نص الكوباية بتاعة الزبادي، مع بقى تغطية لو انت عندك الاسترتش راب، اللي هو الاسترتش اللي بنلف بيه الجبن ده، تلف بيه الصينية. ما عندكيش، مش هنعجز نفسنا زي ما اتفقنا. هنعمل ايه؟ نجيب صينية ونقوم حاطينها على وش الزبادي او غطا حلة اللي انت محتاج، اللي انت عندك متوفر تقومي عاملاه. بعد ما ملينا الصينية نصها مية زي ما حضراتكم شايفين، ومولعين الفرن سخن خلاص. احنا في السقعة نطفي الفرن، لازم يكون الفرن سخن والمية بتغلي زي ما حضراتكم شايفين، والصينية الألمونيا علشان تستحمل درجة الحرارة. كل ده علشان الزبدية بتاعتك تطلع حلوة وتطلع مظبوطة وكريمي زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى، انا جبت غطا حلة بيحكم على 6 كوبايات. اتصرفت، رحت جايبة بقى الفوطة ورحت مغطية الصينية ومدخلاها الفرن. تمام، والمية بتغلى عندي كده صح، وهقوم مدخلاها الفرن لمدة 6 ساعات، عشان احنا في الشتاء. كمان انا بيتي ساقعة، فعشان كده طولت معايا. بعد كده طلعنا الزبادي، مغيرناش المية ولا دفينا الفرن تاني. الزبدية كده طلعت من الفرن خلاص. هنقوم جايبينها بقى متماسكة حلوة. لو انت ملقتهاش متماسكة تسخني الفرن تاني ما تدفيش المية الفرن بس، وتقوم دخلاه الصينية تاني بعد ما تقفلي نار الفرن. نقفل بقى غطيان البولة اللي معانا وندخلها التلاجة. بعد كده هتاكليها كمان ساعة، أحلى وأطعم زبدية هتعمليها وهتدوقيها، وأحلى من بره كمان. ونقول تا 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 تا. شايفين بسم الله ما شاء الله وش الزبدية القشطة عاملة ازاي؟ والله طعمها يا سيدي يا سيدي خطير. مشينا على التعليمات صح؟ اوعي تحطي اللبن سخن، هيطلع نص الزبدية مية وهيبقى النص التاني زبادي، تحس انها رايب مش زبادي حلوة. تاني حاجة، وش الزبادي هيبقى مليان مية من قياسه. اللبن متلج، مش ماهوش دافي زي ما اتفقنا. طيب الزبدية مش ماسكة نفسها، الزبدية الأولانية اللي احنا اشتغلنا بيها هي هتلاقيها كده. طب يا طعم اللبن هتحس ان مغير، غيري النوع بتاع اللبن والمكان كمان. تاني حاجة، الزبدية مش تقيلة أو الوش بتاعها مش دسم. هقول لكم كمان مغلناش اللبن حلو. لو عجبكم الفيديو لايك شير تعليق حلو منكم. كل سنة وانتم طيبين، دمتم في رعاية الله.